هل حدث معك هذا من قبل؟ تتحدث مع أحد، تشرح فكرتك بحماس، تكرر كلامك أكثر من مرة، ثم تكتشف أنه لا يستجيب، بل يبدأ يتجنبك. تقول في نفسك: أنا أقنعه، لكن الحقيقة أنت تلح. والفرق بين الإقناع والإلحاح هو ما يجعل الناس إما ينصتون إليك أو يهربون منك. اليوم سأكشف لك هذا الفرق بوضوح، وسأريك كيف تصبح مقنعاً دون أن تكون مزعجاً. مستعد؟ لنبدأ. خلينا نبدأ بأبسط سؤال: ما هو الإقناع؟ الإقناع ببساطة هو فن التأثير بهدوء، أن تقدم فكرتك بطريقة تجعل الطرف الآخر يشعر بأنها فكرته هو، دون ضغط، دون تهديد، دون إزعاج. أما الإلحاح فهو عندما تكرر وتكرر وتضغط وترهق الطرف الآخر بكلماتك حتى يشعر أنه محاصر، فيفضل الهروب. لاحظ الفرق: المقنع يجعل الآخرين ينجذبون للفكرة، الملح يدفعهم للهرب منها. خليني أضرب لك مثال عملي. شخص يريد إقناعك بقراءة كتاب. الأول يقول: قرأت كتاب رائع، فيه فكرة خلتني أغير طريقة نظرتي للحياة، خاصة قصة البطل لما واجه أكبر تحدي. شعرت إنك لازم تقراه لأنه قريب من شخصيتك. الثاني يقول: اقرأه، ضروري تقرأه، مش طبيعي، هتندم لو ما قرأته. اسمع كلامي واقرأه بقى. من فيهم تحب تسمعه؟ ومن فيهم يخليك تنفر؟ الأول يستخدم الإقناع بالقصص والتأثير، الثاني يستخدم الإلحاح بالتكرار والضغط. الناس تهرب منك مش لأنهم ضد فكرتك، بل لأن طريقتك في عرضها مزعجة. لما تلح، أنت توصل لهم هذه الرسائل دون أن تشعر: أنت غبي لو ما وافقتني، أنا لا أحترم رأيك، أنا أهم منك، واسمع كلامي وخلاص. هل تقبل أن يخاطبك أحد بهذه الطريقة؟ بالطبع لا. إذن لا تستخدمها مع غيرك. طيب، كيف أكون مقنعاً؟ ركز معي. أفهم الشخص اللي قدامي، اسأله، خليه يتكلم، خليك فضولي صادق. استخدم القصص والأمثلة بدل الأوامر. اربط فكرتك بشيء يهمه هو، مش أنت. خليه يشعر إنه هو اللي قرر، مش أنت اللي فرضت. هذه مهارات وليست حيل، وكلما احترمت عقل الطرف الآخر زادت فرصتك في التأثير. طيب، ماذا لو كنت تلح وأنت لا تدري؟ هذه بعض العلامات الخطيرة. تكرر نفس الكلام كل دقيقة، ترفع صوتك لما تحس إن الطرف الثاني مش مقتنع، تتجاهل ردوده وتعليقاته، تنزعج لما لا يوافقك فوراً. لو لاحظت هذه الأمور في نفسك، توقف فوراً، خذ نفساً، وابدأ من جديد بأسلوب مختلف. هل تريد أن تكون مؤثراً ومقنعاً؟ هذه 4 خطوات عملية. الأولى: قل فكرتك مرة واحدة بوضوح. 2: اسأل: ما رأيك؟ واستمع بصدر رحب. 3: اربط كلامك بتجربة أو قصة شخصية. 4: قل له: خذ وقتك في التفكير، القرار لك. بهذه الطريقة سيتذكر كلامك ويحترمه، وقد يقتنع حتى بعد أيام. اسمعني جيداً. الإقناع ليس فوزاً بالنقاش، بل بناء علاقة وثقة. لو أردت أن يسمعك الناس، فابدأ أنت بالاستماع. لو أردت أن يقتنعوا بك، اجعلهم يشعرون بأنك تفهمهم. لا تكن من الذين يطاردون الناس بكلامهم، كن من الذين تفتح لهم القلوب والعقول. الآن جاء دوري أقنعك. لو أعجبك هذا الفيديو، شاركه مع شخص تحب أن يتعلم فن الإقناع، واكتب لي في التعليقات: موقف حاولت فيه تقنع شخص ونجحت أو فشلت. ما الأسلوب الذي كنت تستخدمه؟ إقناع أم إلحاح؟ واشترك في القناة، لأن القصة لم تنتهي هنا، بل بدأت الآن.